السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا نزلته معاكم يا حبايب قلبي، بتوحشوني كتير كتير كتير. انا راجعه لكم في فيديو جديد وروتين جميل كده، روتين قمر هيشجعك كده بقى ويخليكي تقومي في الشقة عندك كده تاكليها اكل كده وتخلصي كل اللي وراكي. بس قبل ما ندخل كده في الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا حبايب قلبي كلنا نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير كتير كتير. بصوا بدأت بقى يومي معاكم كده بالغسيل. عندي غسيل، بس قبل بقى ما نشوف تفاصيل الفيديو انا حابه ارحب بالناس الجديده اللي دخلت لي القناه. متشكره لكم جدا جدا جدا، نورتوني وكترتوني وشرفتوني واسعدني وجودكم عندي في قناتي المتواضعه. ربنا يجعلني عند حسن ظنكم دايما يا رب، ويجعلني كده خفيفة عليكم وفي بيوتكم، ضيفة خفيفة كده عليكم في بيوتكم. واما اخواتي وحبايبي واصحابي اللي معايا في القناة اللي بيكتبوا لي كل فيديو كده تعليق قمر زيهم وبيكبروا بخاطري وبيفرحوني بتعليقاتهم الجميلة وبيسعدوني جدا، بيخلوني كده طايرة من السعادة. وهو تعليقاتكم وكلامكم دوت اللي بيخليني والله العظيم اقوم يعني اقوم كده عشان انا اصور وانزل معاكم فيديوهات من كلامكم اللي بيشجعني. يعني اقل كلمة كده بتكبر بخاطري، والله العظيم بفرح جدا 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 بكلامكم. وحبايبي كده اللي بيكتبوا لي انا بحبك يا هبه، والله العظيم انا ما اعرفكوش بس بجد انا كمان بحبكم والله العظيم، ونفسي اشوفكم كلكم ونفسي اتقابل بيكم كلكم. لكل حد بيدخل وبتكتب لي انا بحبك يا هبه، والله العظيم وانا كمان بحبكم اضعاف 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 الحب دوت. مش عارفه ان يعني دي عندي كبيره بصراحه، والله العظيم ان انت حبيتيني من ورا كاميرا التليفون. فدي عندي كبيره قوي قوي قوي، بفرح جدا 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 لما بلاقي اللي بيقولوا لي انا بحبك يا هبه. يعني بجد بجد بتسعدوني، والله مش لاقيه كلام اقوله لكم. مش بعرف ابالغ قوي في الكلام، بس مش لاقيه كلام اقوله لكم، بس عايزه اعبر لكم يا رب تكونوا حاسين باللي انا عايزه اوصله لكم. يعني الكلام اللي ما بيكون طالع من القلب بيوصل للقلب على طول. مفيش كلام اصلا هيوفيكوا حقكم ولا مهما اتكلم هوفيكوا اي حق من اللي انتوا بتكتبوه لي وبتجبروا بخاطري وبتفرحوني جدا وبتسعدوني بكلامكم. سعيدة بجد بجد. أكتر حاجة سعداني في القناة إن معايا ناس محترمة محترمة بجد بجد، ناس جبارة الخواطر بتعرف تجبر الخواطر كويس جدا، ناس جميلة، ناس نضيفة من جوه، قلبها كده صافي وسالك لله. والله العظيم بدعي ربنا إني مش عايزة ربنا يعني يبقى قدامي كده حد يبعد عني الناس اللي هي مريضة وعقولها مريضة ونفسيتها وحشة ومريضة. ربنا ما يجمعني بيهم ولا يخلوني اقابلهم في القناة ديت خالص خالص. الا يبقى كل القناة كده معايا ناس محترمة وناس جميلة وناس صافية من جوه، زي اللي كل اللي معايا ناس جميلة وناس محترمة. انا برد على تعليق على كلامكم الجميل وعلى تشجيعكم. ربنا يخليكم يا رب وما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا. مش عايزه اطول معاكم مش عايزه اطول معاكم يعني في الكلام عشان محدش يقول لي ان انا رغايه او بافور في الكلام، بس والله العظيم بجد بجد انا يعني الكلام طالع من قلبي. هنا بقى بدأت معاكم يومي بالغسيل. انا بقالي كتير جدا 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 ما نشرتش معاكم الغسيل، بس عندي كمية غسيل كتيرة، يعني عندي غسيل كتير كتير. فقلت لا بقى اخلص الغسيل ايه معاكم كده، ابدأ اخلصه وانشر معاكم الغسيل. قلت بصوا كل يوم يعتبر انا بغسل، كل يوم انا بغسل كده ايه غسيل عشان اخلص ايه اللي ورايا، يعني عشان اخلص كده الغسيل اللي عندي والغسيل اللي ورايا. عندي كمية غسيل حلوة، فقلت لا خلاص انا هاخدها كده هو كل يوم. ساعة ما خرجت من العيد بقى وانا ايه ما غسلتش بصراحة، مش هكدب عليكم. ساعة ما خرجت من العيد فاتكون بقى غسيل. طبعا العيال بتنزل اصلا وبتطلع وكده، فكل نازلة بغيار وكل قاعدة في البيت كل يوم ليهم غيار. فالغسيل بقى قلت لا خلاص، بدأت بقى قلت كل يوم هنشر. فبدأت بقى معاكم بقالي كتير ما نشرتش معاكم. في حبايب قلبي كانوا بيقولوا لي بنحب فقرة الغسيل وفي ناس بتحب فقرة المواعين. انا عن نفسي بحب اتفرج على آه، فقرة المواعين، يعني انا نفسي بحبها. ففي ناس كتيرة زيي بيحبوا كانوا يكتبوا لي بنحب فقرة المواعين يا هبة. فالنهاردة بقى غسلنا بقى اهوت، وغسلت البلكونة كانت مليانة قش العصافير والحمام.
العصافير، انا مفكره عصافير لان قدامي في شجره كبيره، فالشجره ديت مليانه قدام البيت يعني، فمليانه عصافير. فقلت القش ده العصافير اللي بتجيبهولي، فانا في اعتقادي كده يعني. فلقيت بقى ايه في البلكونه من فوق انا حاطه اللي هو بتاع التكييف دوت، الموتور بتاع التكييف، فوقيه حمامه، فلقيتها قاعده فوقيه حمامه وجايبه القش وكده. فقلت لا، مسكت بقى زعفته كده ونضفته بالمقشه ونزلته خالص. رحت لقيت اللهم صل على النبي، وانا بنفض بقى كده وبزعف بالمقشه، لقيت في بيض وقع بقى اتكسر، بيض صغنن كده، كانت بيضاء او حاجه زي كده. فبيضتين كده وقعوا اتكسر، والله اتأذيت وزعلت، بس انا بجد ما شفتهمش وانا بنضف وبزعف يعني في البلكونه. خليتها زي الفل، خليت البلكونه زي الفل، غسلتها غسله محترمه يعني. دخلت هنا بقى على اوضه ولادي، كانت بصراحه محافظين عليها جدا يعني. العيال بصراحه مخلينها زي الفل، انا داخله بس اتدلع فيها. والله العظيم انا بصوا الاوضه، انا دخلت اتصدمت. لقيتها مليانه كراكيب، مليانه كراكيب طبعا. من ساعة تنظيفة العيد انا ما عملتش اي حاجة خالص فيها ولا دخلتها. طبعا دخلتها النهاردة، انا كنت داخلة اصور ان انا يعني ايه هرتب الدولاب معاهم، هنزل لهم الصيفي، لان انا لغاية النهاردة انا ما نزلتش الصيفي. فطبعا هم عايزين الصيفي بقى، قالوا لي يا ماما الصيفي، قلت لهم طيب. فانا داخلة النهاردة النية لله ان انا ارتب الدولاب واعمل ايه، انزل الصيفي وارفع الشتوي. دخلت لقيت الأوضة بالمنظر دوت، رحت قلت لأ، خلاص بقى هنضف الأوضة النهاردة. وإيه يعني أنضف كده الأوضة كده هوت، واخليها كده كلها زي الفل. واروح ايه واغير بقى الملايات، لاني من العيد برضو ما غيرتش الملايات. وخليتها ايه ونضفتها ومسحتها ولمعتها وركبت الستارة. كانت يعني كانت الستارة لما نضفت في العيد ما كنتش ركبت الستارة، ما ركبتهاش. فقلت لا هركبها، جيت اركب الخفيف والتقيل، يعني اللي هو الستاره الخفيفه والتقيله. راحوا ولادي قالوا لي لا يا ماما الجو بدأ يحرر، فبيحبوا يفتحوا الشباك دوت على المنور، فبيدخل جنة، بيدخل طراوة جميلة جميلة جميلة. فقالوا لي لا يا ماما بصراحة خليه يعني ايه حطي واحدة بس، مش محتاجين التقيلة. قلت لهم طب خلاص تمام ماشي. فحطيت لهم فعلا الخفيفة كده، ظروفا بقى للجو والحر، فهم بيبقوا يعني مستمتعين كده، وهو التراب داخل من الايه، التراب انا مش مركزه، الهوا داخل من الشباك دوت بيدخل لهم جنه، يعني تراب تراب ايه، انا مش مركزه والله معلش. بيدخل لهم هوا، يعني بيدخل هوا. بصوا هنا بقى مسكت الايه، غيرت الملايات طبعا، وفرشت الملايات الجميله ديت وخليتها كده ايه، حاجه كده تريح النفسيه. طبعا داخلين خلاص على امتحانات، قلت لهم هنضفها لكم بقى كده عشان ايه تبقى قاعدين كده تذاكروا، نفسيتكم كده ايه مفتوحه للمذاكره فيها. بس هو في يعني شروق بتقعد هنا، وعمرو ما بيقعدش هنا خالص، عمرو بيدخل ينام بس، لكن شروق يعتبر اللي قاعده في الاوضه. لكن عمرو لا، عمرو ما بيقعدش فيها خالص، بيدخل على النوم بس. فقلت لها خلاص، طبعا داخلين بقى على امتحانات كل ولادنا، ربنا معاهم يا رب، ويجبر بخاطرهم كلهم جبرا يستعجب له اهل السماء والارض، ويفرحنا بيهم فرحة تدمع عليها العين يا رب العالمين بحق هذه الأيام المفترجة. ويجبر بخاطر كل الثانوية العامة يا رب، يا رب يجبر بخاطرهم، ومن ضمنهم بنتي، يديهم على قد كرمه كده وعطفه وحنانه. عشان بجد بجد احنا تعبانين اكتر من والعيال تعبانه والله العظيم، يعني مش عايزه اقول اكتر من العيال، لان بجد بجد العيال تعبانه. كل الشهادات، شهادات الاعداديه والشهادات الثانويه، كل الشهادات، كل ولادنا ربنا يكبر بخاطرهم يا رب. خلاص انا عندي عمرو هيمتحن، نازل امتحان يوم الحد الجاي اللي هو الابستريم، وبعد كده بقى هيمتحن، يعني هياخد حد، يبتدي الحد والتلات والاربع والخميس، هيمتحنهم كده على طول، يعني هيمتحنهم كده ايه ورا بعض. يبتدي بالابستريم، وبعد كده التربية الوطنية وبعد كده الفلسفة، يعني الحاجات ديت. وبعد كده بقى ايه 8/5 هيبتدي الامتحان بقى اللي هو الايه الرسمي، يعني المواد التقيلة. يعني الابستريم تقيل برضو، مش تقيل. ربنا معاهم يا رب، يكبر بخاطرهم يا رب. هو كان هنا معايا عمرو
في التوقيت ده في البيت، فكانتش شروق موجودة، كان عمرو اللي موجود، كان هو اللي واقف عمالة اكلمه. كنت بكلم في التليفون هنا مع واحدة صاحبتي، فبتقولي الجدول نزل ومش الجدول نزل، ام صاحبه يعني، بس يعتبر صاحبة عمري بصراحة. فقلت لها انا هاخد، فقالت لي طب ابعتيلي الجدول نزل، قلت لها قالت لي طيب ابعتهولي وكده. انا اللي بتابع يعني وببعت لها، انا بتابع اجزاء وهي بتتابع اجزاء. فهنا بقى كنت واقفه، هي بتكلمني في التليفون وانا واقفه قدامي عمرو، فبتقول لي اسالي لي يعني عمرو وكده، عشان ايه؟ محمد يعني في الطراوه، محمد ابنها ده بقى في الطراوه، مش ايه بقى، خلاص يا ماما ماشي، مبقاش عايز ينزل الدرس اصلا. فبتقول لي في دروس وفي كده، فواقفه بقى بقول لها المواعيد، يعني بتصل يعني بكلمها بقى بقول لها على المواعيد. قالت لي خلاص ماشي. فقلت لها بقى على مواعيد الدروس وكده والمراجعات، وربنا معاهم يا رب ويفرحنا بيهم ويكبر بخاطرهم كده كلهم يا رب، ويجعل لهم الصعب سهل وييسر لنا امورهم. هنا بقى بصوا مسكت الميلاد كلها فرشتها نضيفة. غيرت بقى الميلاد، كنتش فرشها بقى ايه، كنتش يعني مغيرتهاش من ساعة العيد، وفرشت الستارة هي الخفيفة، وخليت الدنيا كده ايه فلة وشمعة منورة. والله خليت الدنيا كده فلة وشمعة منورة، بس ما خليتها بقى كده ايه فلة. يلا اللي وصل معايا لغاية هنا متبخليش عليا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا يا حبايب قلبي. متبخلوش عليا بلايك حلو كده وكومنت حلو من ايديكم، تثبتولي كده ان انتوا ايه، تعرفوني ان انتوا شاهدتوني كده وشاهدتوا الفيديو. خلي القناة ان شاء الله تكبر بيكوا وليكوا ان شاء الله، بامر الله عندي ثقة في الله، يعني ان شاء الله هنكبر ببعضينا ولبعضينا. بصوا هنا كده بقى ايه، لمعت كل حاجة. هي كانت لحد ما مش اوحش حاجة، بس لا ما كانتش نضيفة برضو، ما كانتش نضيفة خالص 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 يعني. بس يعني ايه، مراعيتين يعني ايه، في مراعية ان احنا كنا لسه عاملينها ما كملتش اسبوع اصلا في دخلة العيد، فما كناش ما جابتش اخر حاجة يعني. فكانت برضو ايه، كانت كويسة برضو. بس فانا مسكتها بقى نضفتها كده كلها وخليتها كده ايه زي الفل، ولمعت لهم كل حاجة، كل حاجة كده مسكتها لمعتها وخليتها كده زي الفل. قلت يلا بقى ايه، خلينا نشهيص كده الأوضة وندلعها ونخليها كده ايه فلة وشمعة منورة. خدت الملايات طبعا حطيتها في الغسالة على طول، قلت عشان انا الملايات مش بحب اكومها خالص، مش بحب اكوم الملايات خالص خالص خالص. مسكت الدنيا بقى هنا كده خليتها كده ايه زي الفل. مسكت كنست بقى المشاية ديت، المشاية دي طويلة جدا على فكرة، طويلة، بس بص انا اختصرتها في ايه، تانيتها قلت يعني ايه بين السريرين كده، بس مش هين عليها قصها. هي طويلة جدا اكتر من 3 متر، بس مش هين عليا ان انا يعني ايه ان انا اقصها. بس فقلت لا تانيها بقى كده، مخليها بقى للايه يعني قلت احطها بين السريرين كده. كمان الجو حر، انا في الصيف مش بحب افرش اي حاجة في الارض، مش بحب افرش اي حاجة، بحب اخلي الدنيا كده. بس جوزي بقى ما بيحبش الدنيا تبقى من غير فرش، يقول لي لا لازم تفرشي لي حاجة في الارض، يعني في الشقة ما بيحبش الشقة من غير فرش خالص خالص خالص. ان شاء الله ربنا يسهل بقى الايام الجايه انزل اجيب حافظه هنا، عايزه اجيب هنا حافظه، مش عايزه افرش اي سجاد بقى ولا اي حاجه، عايزه اجيب حافظات خفيفه. انا بره في حافظات، يعني بره كله فيه حافظات، بس الاوضه ديت ملهاش حافظات، ليها حافظه بس لا مش عايزه افرشها تاني. حسيتها بقى ايه، آم، ادمت قوي، مش عايزه افرشها، لا مش حباها بصراحه. فقلت لا خلاص ديت يعني غسلها وشايلها، قلت لا مش هفرشها. هي مش مقطعة ولا حاجة، بس لا انا مش حباها خلاص، حسيتها بقالها كتير جدا. فهجيب هنا، وهي كبيرة يعني هي كبيرة كانت بتدخل تحت السراير، فهجيب حاجة بين السريرين بس، يعني اجيب حاجة مثلا ايه، آه 80 عرض في متر ونص طول او كده، يعني مش هدخلها تحت اي حاجة، تبقى على قد الطرقة بين السريرين كده بس وخلاص. بصوا مسكت بقى ايه، جبت مية وحطيت برسيل فيها جل، ورحت ايه بالشرشوبة بقى خليتها كده ايه زي الفل. مسحت بقى كده، عايزة بقى يعني ايه
اخلي الدنيا كده كده فله وريحتها حلوه، ورحت مسحه ومنشفه. جبت معاكم المقطع الاخير بقى بتاعت التنشيف، لكن انا يعني ايه بلبطت ميه كتير. بصوا خليتها كده ايه، الدنيا بقت فله، الاوضه بقت جميله وراحه نفسيه والله العظيم. ولادي بقى لما جم ودخلوا كده، شروق لما جت ودخلت وعمري بقى دخلها، قالوا لي لا يا ماما تسلم ايديك. قلت لهم يلا اي خدمه، انا بقى انا انضف وانتوا وسخوا. وكده بقى يا حبايب قلبي الفيديو بتاعي يكون انتهى. يا ريت يا ريت يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وكومنت حلو كده من ايديكم اللي بتسعدني. واشوفكم على خير وبخير في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.